4 منتجين لشركة سينرجي، 3 منهم ماتوا في حادث سيارة غامض جدا، والرابع لحقهم بعد ساعات ما نقلوه المستشفى. الاهالي بيتواصلوا معايا امبارح، اللي شافوا او اللي كانوا شهود عيان على الموضوع او اتواصلوا معايا الفجر يعني عشان اكون تحديدا يعني، كانوا بيوصفوا لي ان هم المنتجين دولت نازلين من العربيه كتل لهب، كتل نار بتجري من العربيه بره على الطريق، وكانت حادثه كبيره جدا. المنتجين دول بقى يا ترى يا زعتره عملوا ايه؟ المنتجين دول هم منتجين الاختيار 1 و2 و3، وهم اللي عملوا القاهره كابل، وهم اللي عملوا نسل الاغراب ولا مش عارف نسل ايه، وهم اللي عملوا مسلسل الحشاشين. عشان تعرفوا يمهل ولا يهمل، الله سبحانه وتعالى بيمهل الظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللي هيقول لي طبعا ايه انت بتشمتي على طول ليه كده فيهم؟ لا شماتة في الموت، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان جاره بيرمي عليه زبالة، ولما مرض راح الرسول لجاره قال له انت ما رميتش علينا زبالة ليه النهارده يا حاج؟ الرواية والقصة دي نفسها قصة مكذوبة على النبي، والنبي نفسه قال يعني اللي يكذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. ديننا مش دين خصيان، مش دين جديان مخصية زي حالاتكم، ديننا دين عزة، ديننا دين قوة، وديننا أمرنا إن احنا نفرح ونشمت في هلاك الظالمين، هلاك الظالمين. اللهم أرنا مصارع الظالمين واشفي بيه صدورنا يا رب، اللهم امين. عقبال إلهام شاهين، عقبالك يا بلوحتي يا حياتي يا بلوحتي يا بيبي، عقبالك يا بيبي، وانا بنفسي اللي هعمل لك النعي بايديا دول، ده انت الغالي. شفت ربنا قدرت انت تحميهم، ان بطش ربك لشديد. ضللتوا العباد، دمرتوا البلاد، ساهمتوا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. انتوا فين؟ انتوا دلوقتي بين ايدين ربنا بيسالكم عن فلوسكم الحرام. هل نفعتكم؟ لا. تعريضكم نفعكم؟ لا. سينرجي نفعتكم؟ لا. السيسي نفعكم؟ لا. ده ذنب الاخوان المسلمين، وذنب التيار الاسلامي كله اللي شوهتوه شيطنتوه، وذنب الاسلام اللي انتوا شيطنتوه للمصريين. قبلوا ربنا. الفيديو اللي حضراتكم اتفرجتوا عليه ده يخلي الواحد يحس بالغثيان، بالتقيؤ، بالتقيح. دي واحدة شمتانة في ناس، في موت، في قدر مكتوب بيكتبه ربنا على كل العباد. تعددت الأسباب والموت واحده. في ناس ماتت في الحرم المكي من كام سنة بسبب وقوع رفعة بتاعت أوناش عليهم. في ناس ماتوا في الحج السنة دي من شدة الحرارة. مش معنى ان في انسان مات في حادث بشع انه يكون غاضب ربه. لكل اجل كتاب، ودي اسباب كلها مش قادر اقول عليها انسانة، مش قادر، ولا حيوانة حتى، لان الحيوانات بيبقى فيهم وفاء. دي كائن بغيض كريه، كائن كل قلبه سواد وغل وشماتة وحقد، كائن شيطاني زي اللبس اللي هي لابساه اسود، كائن دموي، كائن اتحشى في دماغه شر، كائن اتربى على القتل، كائن اتربى على الفرقة، كائن ما يعرفش الرحمة. مش قادر اوصفها انسان اطلاقا، مقززة. شمتانة في موت 4 من خيرة شباب مصر، الجماعة الارهابية اللي الاسلام يبرأ منهم، الجماعة اللي كانت هتضيع مصر، هتضيع بلد من اعظم بلاد الكون. جماعة الخراب اللي بتنتمي ليها الكائن ده ما مسكتش مكان غير وبوظته ودمرته. لما وصلوا الحكم السودان، واحدة من اكبر الدول العربية في المساحة، وارض لو رميت فيها اي حبوب تطلع خير. اتقسمت السودان لشمال وجنوب، وادينا شايفين شمال السودان في صراعات دمرت السودان وشردت شعبها وقتلت ملايين الابرياء. دي جماعة الاخوان لما وصلت للحكم في عهد البشير، جماعة الاخوان اللي خرج منها بوكو حرام اللي بتموت وبتقتل في نيجيريا باسم الدين. وبالمناسبة كلمة بوكو حرام يعني الكتاب حرام، انك انت تفكر وتشغل عقلك حرام. لازم تبقى معتمد على النقل عن العنعنة اللي جابت العالم كله في خراب ودمار. جماعة الاخوان الارهابية اللي خرج منها انصار بيت المقدس وخرج منها داعش، كلهم خرجوا من رحم الجماعة العفنة دي بافكارهم وافكار القتل اللي شردوا بيها وبلاد. سواد ربنا سبحانه وتعالى نجى البلد منه في 2014. سواد كان مصير البلد دي الهلاك. في ظروف صعبة واقتصاد صعب
والناس بتعاني وتتألم، بس الوطن باقي. الوطن ما تشردش زي ما بلاد كتير اتشردت، سوريا والعراق واليمن والسودان. الحمد لله على نعمة الوطن ونعمة الستر